السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة. وكالعادة انتوا عارفين، يا رب ما تقطع لنا عادة بينا وبين حضراتكم. وان شاء الله بإذن الله عايزين نشير الفيديو ده، وطبعا اللايك، عايزين نخش كل بيت في مصر كروي، او كل بيت في مصر اهلاوي، يبقى لينا طبعا الشرف. ادي حاجة. الحاجة التانية، هنتكلم النهاردة على ايه؟ على مباراة الزمالك وبيراميدز. انت شايفها مهمة ليك؟ طيب تمام. هل اللي ابراهيم عادل قاله هيتحقق برضو النهاردة؟ ان استعدادات بيراميدز لمباراة الزمالك بتبقى غير استعدادات بيراميدز للنادي الاهلي. ليه؟ لان البعبع والقوي والاسد على طول لازم تبقى قدامه قوي، لازم تستعد له بقوة، وفي نفس الوقت ملك الغابة هو ملك الدوري. ادي حاجة. الحاجة التانية، هنشوف النهاردة بقى التحكيم. ما هو طبعا نادي الزمالك مش عايز امين عمر، فراحوا معين لهم يعني حكم تاني خالص. هنشوف النهارده بقى الحكم ده هيعمل ايه في المباراة، وطبعا هنشوف ايه اللي هيحصل. ادي حاجة التانية. الحاجة التالتة يا صديقي العزيز، مش عايزك تصدق او تسمع اي حاجة بتحصل. يقول لك اصل هم بيتفاوضوا مع مدرب الماني، اصل فلان ماشي وفلان جاي، اصل رئيس نادي بيصرح هنا وهنا. الكلام ده كله مفيش اي حاجة. كل حاجة هتحصل في وقتها هو بعد انتهاء الدوري المصري، لان انت خلاص يا صديقي كل حاجة بقت مش بايدك، انت اللي عملت في نفسك كده. مع احترامي وطلعنا اتكلمنا في الحوار بتاع ضربة الجزاء ومحمود وفا وماتش سيراميكا، انا معاك، ولكن برضو انت اللي عملت في نفسك كده من الاول. فخلينا نقول ان حسم الدوري المصري الممتاز ما بقاش بايدك، بس طبعا انت لازم تفوز في كل ماتشاتك، والغريمين التقليديين او الغريمين اللي بينافسوك لازم برضو يقعوا. هل النهارده نادي بيراميدز يطلع الدوري او يطلع الاول ونادي الزمالك ينزل؟ هل المباراة هتخلص تعادل؟ هل المباراة اي من الفريقين هيخسر؟ يا ريت حضرتك تتكرم وتقول لنا توقعاتك النهارده في مباراة بيراميدز والزمالك الساعة 8. وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرم النادي الاهلي. ولكن انت عارف انا ببقى واقف على ارض صلبة وبقولها زي كل مرة، الاهلي بعيد شوية ان هو ياخد بطولة السنة دي، ولكن انا عايز استعدادات قوية وكتيمي زي اللي بيحصل في مجلس الإدارة دلوقتي. محدش عارف أي حاجة اللي بيحصل بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، وفعلا زي ما طلبنا من الكابتن محمود الخطيب إن لازم الهد يكون موجود وما تأخرش بيبو، والهد بقى موجود. ربنا إن شاء الله يكرم النادي الأهلي وجماهيره العظيمة اللي موجودة في كل مكان في الدنيا. وكالعادة في نهاية كل فيديو بنقول سلام.